على العموم هذه كلها اتفاقات. من يقدم انه لديه سندات، انا لا اقول ليس له حق، انا اقول من له من غير كركوك الذي لا يحمل جنسيه كركوك وهويه كركوك شرقان دبس، عليه ان نبعد يعني يبعد عن الفتنه كونه من اهالي كركوك. اما من يحمل سندات عليه ان يقدم ذلك الى المحكمه. فكما تعلمون انه هيئه الدعاوى الملكيه التي احيلت جميع قضاياها الى محاكم البداءة هي التي تنظر لمثل هذا، فالذي يحصل على قرار حسب مستمسكات التي تقدمها نحن ملزمين بتنفيذ القرار. ما هو كان السؤال الآخر؟ توزيع المناصب الإدارية. توزيع المناصب الإدارية هذا كان مقترح وذهبوا به إلى بغداد، وفي الحقيقة لم يردنا أي جواب. هذا كان متفق عليه لتمشية الأمور في الفترة القادمة. بشكل مؤقت. نعم. التفاوض يحصل مع الأخوة في الاتحاد الأوروبي، لا يوجد لا أحد الديمقراطي الآن في تفاوض. الحقيقة الديمقراطية يتفاوض على مستوى أعلى مع اللجنة المشكلة في بغداد اللي هي تضم أعضاء البرلمان من كل المكونات، هؤلاء أيضا يتفاوضون. هذا الاتفاق وجد أنه في ظل هذا الانقسام اللي موجود في المجلس أو في الأحزاب لا يوجد شيء يريد الجميع أن يكون مشارك في رأس الإدارة، فكان هذا المقترح لكي يشارك الجميع في تعداد الخطة، في التنفيذ، في الإشراف، ويكون له أيضا قرار إداري لكي يكون الجميع موجود في الإدارة بشكل يعني واضح، وأيضا له قراره. وكان اتفاق بين الجميع، ونتأمل من بغداد أن توافق عليه لكي تصدر. لم يصلني شيء. احنا أي شيء يحصل يجب أن تكون فيه شكوى، تقدم شكوى في الناحية أو في القضاء أو في مجلس الشرطة وترفع، وبذلك نحلها وفق القانون. أين يذهب القانون؟ الكل متساويين لدينا. أن المطار العمل به يعني يسير بشكل جيد، غير مرضي بالنسبة لنا. زرنا المطار يوم أمس وأعطينا تنبيه للشركة وحددنا لها مواقيت لا أريد أن أقولها. ذهبنا في الأسبوع الماضي إلى سلطة الطيران في بغداد، طلبنا منها إرسال لجنة لتقييم عمل المطار وإبداء ملاحظاته. وافق السيد رئيس سلطة الطيران، استمعنا من في مطار بغداد الدولي، وافق على إرسال لجنة نتأمل أن تكون في هذا الأسبوع. ذهبنا إلى الوزارات ذات العلاقة أيضا المهتمة بهذا. استمعنا مع وزارة الدفاع، كانت لدينا لجنة في قضايا الأرض والتملك والاستخدام، حضرها المستشار القانوني وأيضا مستشار لشؤون المطار. العمل ده يتقدم، فنتوقع أنه من تأتي اللجنة ستبدي ملاحظاتها على المطار. أنا غير راضي عن السرعة، وبذلك وجهت انذار شفهي يوم أمس، وسأوجه انذار للشركة إن لم تكتمل في الموعد الذي حددناه لها. ولكن العمل يتقدم بصورة متواترة. نعتقد بأنه بعد اليوم سيكون عمل، لأنه احنا نبهناهم يوم أمس بأنه سنتخذ إجراءات قانونية ومالية في هذا. نعم.